ننطلق إلى الوسط السوري، إلى مدينة حماة الحبيبة، حماة الجريحة، هذه المدينة الصامدة التي مجاهدون هناك يسطرون أروع الملاحم والبطولات. حياك الله أخي أبو هشام الحموي، الناشط الإعلامي عن حماة وريفها. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الكريم والسادة المشاهدين. حياك الله أخي، ما هي آخر التطورات والأوضاع؟ كيف يبدو المشهد الميداني لديكم في حماة الحبيبة وريفها؟ تفضل. أخي الكريم، صمود أسطورية سطرت ثوار ليلة أمس في قرية الزارة بعد حشد كبير للنظام في محيطها بغية استرجاعها لسيطرته، حيث قدرت تلك الحشود ب6 دبابات وبما يقارب 300 عنصر والعديد من السيارات والرشاشات. بما أن بدأ النظام بالهجوم على القرية المحررة، هبت له الثوار المرابطة واشتبكت معه ودمرت له دبابة من طراز 63 ومدفع من عيار، وقاموا بقتل العديد من عناصر النظام خلال الاشتباكات. أخي الكريم، هناك حالة خض كبيرة حدثت في صفوف النظام خلال التقدم إلى القرية، حيث وقعت مجموعة من العناصر المتقدمة في حقل الألغام كانت قد زرعته هي سابقا، مما أدى لمقتل مجموعات تتألف من 11 عنصر، بينهم سليمان الدرويش قائد ميليشيا الشبيحة في قرية الزلاقيات الواقعة جنوب غربي اللطامنة. وبعد هذا قام عناصر تابعين لقوات النظام. أخي الكريم، وأنوه على هذه الفكرة، وبعد هذا قام عناصر تابعين لقوات النظام من قرية خنيفيس تقوم بخطف باص مليء بنساء من منطقة الرستر وتلبيسة، وكما ورد على صفحات الشبيحة بأن اختطافهم للنساء هو انتقام لأهالي قرية الزارة المحررة. تم اقتياد النساء إلى قرية خنيفيس الموالية. نعم أخي أبو هشام الحموي، نسأل الله الفرج لأهلنا في نعم. سوريا الحبيبة. يعني نعم تفضل. العودة للريف الشمالي، قامت كتائب الثوار يوم أمس باستهداف حاجز مدرسة الظهرة في قرية الجبين غربي مدينة كفر زيتة وحواجز الملح بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، بالتزامن مع استهداف لعدد من آليات النظام بصواريخ موجهة، كانت منها عربة BMW ومدفع 14.5 تم تدميرهم بالكامل ومقتل طواقمهم، وذلك ردا على محاولة قوات النظام التقدم نحو المناطق المحررة. في تلك الأثناء شن الطيران الحربي والمروحي عشرات الغارات الجوية مستهدفا مناطق تمركز المدنيين، ونوه مناطق تمركز المدنيين لإخضاع الثوار للوقوف عن قصفهم، مما أدى لنشوب عدة حرائق في المحاصيل الزراعية، وهبت كتائب الثوار وفرق الدفاع المدني لإطفائها، وهدام عدد كبير للغاية من المنازل للمدنيين والأبنية التحتية. نعم أخي الكريم، الذهاب إلى الريف الغربي وردنا قبل قليل أن هنالك انفجار مستودع ذخيرة في بلدة الجيد الموالية في سهل الغاب بريف حماة الغربي، والآن سيارات الإسعاف التابعة لقوات النظام تهرع لمكان الانفجار. أبو هشام الحموي، يعني الوضع الإنساني هناك حقيقة مزري، خاصة في ريف حماة الشمالي. وردتنا استغاثات ونداءات هناك عن سوء الأوضاع، يعني قلة في تقديم المعونات الغذائية، هناك خيم مهترئة. تفضل. نعم أخي الكريم، بالنسبة للجانب الإنساني، أولا هنالك ضيق كبير على المواطنين بسبب غلاء مادة المازوت لسعر فاق 400 ليرة سورية، وكمية هائلة من المزروعات قد تعطلت بسبب هذا الغلاء، وإذا استمر هذا الغلاء لهذه المادة فسيتوقف المزارعين عن العمل بشكل كامل. أما بالنسبة لأوضاع النازحين، عدد كبير من النازحين في ريف حماة الشمالي غير مغطين إغاثيا أبدا،
منذ أكثر من 4 أشهر، وهنالك عدد كبير من النازحين ما زالوا يسكنون تحت الأشجار. وبوضع هذا الجو الصيفي فخيمهم مهترئة تقريبا يعني بنسبة أكثر من 70%، ويحتاجون إلى خيم وإلى غاثات فورية خاصة بظل هذا الغلاء. نعم، أبو هشام الحموية الناشط الإعلامي عن حماة وريفها، نسأل الله الفرج والسداد لمجاهدينا في الرأي وفي الرمي. لك جزيل الشكر.